اللحمه المشويه بطريقتي جربيها مش تندمي. جميله طريه جوسي. اللون زي ما انت شايفه كده. تتحط على نفسها على قدوره فوت. كل جديد وكل مفيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. والعيد ما ينفعش غير من غير لحمه مشويه. دي لحمه ضاني مشويه وده كده فراخ. عندي في ناس ما بياكلوش اللحمه الضاني، عملت لهم فراخ، والفراخ برده موجوده على القناه. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا اجمل متابعين في الدنيا؟ كل سنه وانتم طيبين. العيد فرحه واجمل فرحه، وما ينفعش نفوت عيد الاضحى من غير ما نشوي لحمه. على القناه عندي كل اكلات العيد، كل فواكه البحر، كفتة الحاتي، الكرشة، الممبار، كل حاجة، الفتة، كل حاجة موجودة عندك على القناة. ولكن أنا اكتشفت إن أنا مش شاوية لحمة على القناة، فقلت نشوي معايا لحمة كده. معايا لحمة ضاني. للأسف ده المفروض كيلو. عايزة أقول لكم بصوا طالع إيه من الكيلو يا جماعة. بصوا قد إيه، حوالي 300 جرام دهون. حوالي 300 جرام دهون، يعني مش كفاية الغلا، لا كمان الرش. اللحمة الضاني هي أجمل حاجة ممكن تشويها في الدنيا، لأن بتدي طعم. وطبعا أنا سايبة كمان بعض الدهون فيها اهوت. في دهون شلتها وفي بعض الدهون سيبتها عشان إيه؟ بتدي نكهة وطعم وريحة جميلة أوي أوي. اللحمة محتاجة إيه؟ محتاجة مية بصل، مية قوطة، ملح وفلفل بس. ومكون هيقلب كيان وصفتنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كل سنة وانتم طيبين مرة أخرى. أدي كده معايا بصلتين صغيرين، ومعايا حوالي 4 طماطمات صغيرة برضو كده. واللي هحتاجه كل اللي هحتاجه فلفل أسمر، ومش هحط الملح دلوقتي. ادي فلفل اسمر، وهحط بس ايه يعني من بعيد كده كبابه صيني، لكن ممكن الاستغناء عنها على فكره يعني. هحط بقى المكون بتاعنا اللي هيقلب كيان الدنيا كلها، هقوله لك دلوقتي. يبقى حطينا ايه هنا؟ حطينا بصلتين صغيرين، 4 طماطميات، فلفل اسمر، وكبابه صيني بسيط قوي قوي. والمكون اللي هيخلي الدنيا، بصوا يا جماعه، العسل النحل مع اللحمه حوار بديها لون وديها طعم وديها طراوه وديها كل حاجه. انا هضرب دي كده وهجيلك نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي ضربنا ال4 طماطميات صح؟ ان شاء الله. وبصلتين صغيرين، معلقه عسل نحل كبيره. لو ما عندكيش حطي سكر، بس العسل حاجه تانية خالص، هيوديها في حته تانية خالص. وحطينا معلقه فلفل اسود، وحطينا معلقه شعره كده على طرف المعلقه كبابه صيني. واحسن طريقه تصفي بيها وتاخدي بيها ميه هي الشاشه يا جماعه. بصي اهو. طب دلوقتي الوصفه دي ناقصها يا قدوره؟ ناقصها معلقتين زبادي. انا ما عنديش زبادي، عندي لبن رايب بس لقيته، اكتشفت ان هو مجمد ما طلعتهوش. فانا كده هبيتها من بالليل للصبح، وده احسن طريقه تاخدي اجمل نتيجه عايزاها. بيتي اللحمه، بيتي الفراخ، النقع بتاعك يبقى من بالليل لايه؟ للصبح. فانا كده هبيتها، وهجيب زبادي واحط لها. تحتاج زبادي قد ايه؟ معلقتين كبار، يعني نص العلبه الصغيره. عارفه العلبه الصغيره اللي عند اللبان؟ نص العلبه بس. طب الخل مفيش، ليمون مفيش. اقول لك على حاجه، لو عندك كيوي، انا ما لقيتش، لو عندك كيوي حط واحده كيوي، هيوديها لك في مكان تاني خالص. كيوي يا دورة، كيوي. جربي وانت تشوفي. بصوا بقى، شايفين اهو؟ بصوا اهو. بصوا كده، هوريكي بقى ازاي ما فيهوش نقطه ميه، حتى عشان لو ما كمان تحبي تعوزي بصله ما فيهاش ميه اهو. طب وده هرميه؟ لا سيادتك هخليه في كيس. بصي بقت ناشفه ازاي. هخليها في كيس اعمل بيها اي حاجه انا محتاجه ايه اعملها. كده بقى هقلب كده بقى ناقصنا، قلنا ايه كده؟ ناقصنا الزبادي مش موجوده. هحطها. والملح، لا مش هحط ملح دلوقتي. طيب يعني انت بقى جايه لنا بعد ما فرشنا وتقولي نشوي؟ ما انا هقول لك هنعمل ايه. ادي ورقه فويل، ومش هنعمل دخنه
ولا دخان، عشان كلنا تعبانين في الشقق وكلنا لسه ايه فرشين. امال هتعملي ايه يا قدور؟ استنوا بس عشان لازم ازعجكم زي كل مره. اصبري على رزق. بصي بقى يا قلب اختك، ولا دخله ولا ما دخناش. انا حطيت اهوت حتتين فحم كنت مولعه عليهم قبل ما اشتغل خالص، وحطهم على ورق فويل وعلى كمان ايه طبق صغنن خالص من اللي بيتغطي بيه الكوبايات في الايه في القهاوي. هحط كده بقى نقطه زيت وبسرعه اكتمي. انا هفحم اللحمه مرتين، مره دلوقتي وهسيبها كده لحد ما تشرب الدخان كله كله كله، ومره لما تستوي وهتاخدي اجمل واطيب واطعم لحمه دوتيها في حياتك. هسيبها بقى كده لما ده تبطل دخانه خالص خالص. هلبسها ستريتش واحطها في التلاجة من بالليل للصبح، وبعد كده هنيجي مع بعض نشوف هنعمل ايه. يا حبايبي انا قعدتها ليله كامله في اللحمه بتاعتها، وهرصها كده زي ما قلت لك. تحطي لها ايه زبادي. هرصها في الصينيه كده، بس الصينيه دي صغيره، هغيرها صينيه صغيره قوي عليها. انا كده رصيتها بقى، جبت صينيه اكبر وبنفس الميه هسيبها فيها كده، وتحطي معلقتين زبادي زي ما اتفقنا، وهغطيها بورق الزبده كده تمام، وهحطها على ارضيه الفرن. طبعا عايزه النار حاميه قوي. هحطها لحد ما الميه بتاعتها مثلا 3/4 الميه تخلص او نص الميه تخلص، وبعدين ارفعها على الشبكه واعريها وتتبخر، وهتاخد لون من غير شوايه. ما خدتش لون اديها لون تحت الشوايه، وهنشوفها بعد ما تستوي ان شاء الله. يا حبايبي حطيتها في الفرن تحت. بصي المنظر، بصي منظر اللحمه عامله ازاي، بصي دايبه دايبه جميله. بصي شكلها عامل ازاي، بصي منظرها ولونها. بصي طبعا هي مولعه. حطيتها في الفرن تحت على الصاجه وخدت اللون ده وهي على الصاجه. طبعا لما ابتدت تستوي قمت كاشفه عليها الايه الورقه. ممكن نفحمها كده اهو كده، بفحمناها ايه مرتين. طب افحمها ازاي؟ منها فيها، عارفه غبي منه فيه اهو كده الجمال اللي هي منزله ده كده، وهغطيها تاني كده وهتاكلي احلى. شايفه الجمال؟ شايفه؟ بصوا يا حبايبي رصيتها كده. كنت طبعا عامله في عندي ما بياكلوش لحمه، عامله فراخ برضو. الفراخ طريقه شويها موجوده على النت على القناه، موجوده عندي على القناه. شايفه الجمال؟ بصي شايفه الجمال؟ الجمال عدى الكلام. الجمال عدى الكلام. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد من قديرة فود. ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.